اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده تاني يوم لينا في المصيف، وده كده وانا لان الشقه ده كده وانا واقفه في البلكونه، لان الشقه بتبص على البحر، بس البحر اللي هي بتبص عليه ده مش بتاع نزول. مش عارفه اسمه شاطئ غرناطه ولا اسمه ايه، معرفش يعني بينزلوا فيه ولا لا. المهم قمنا ولبسنا الاتوبيس، بيجي ياخدنا الساعه 10 وبيجيبنا الساعه 6. بيبقى 6 ساعات على الشاطئ، لان انا طبعا زي ما قلت لكم انا تبع شركه سياحه مش تبع نفسي. آه حلو والتزامه حلو وكل حاجه للناس اللي بتحب ان هي ايه ما تتعبش دماغها تروح فين وتيجي منين. ف فده يعني لكده. لكن لو انت مثلا مش حابه التقييد وكده، فانت ممكن تبقي تبع نفسك عادي خالص. هنا ودونا بقى تاني اول شاطئ كان الروم اللي قلت لكم عليه، وده كان ميته زي البسين، مفيش موج ومفيش حاجه، لانه بيسموه خليج هناك او شاطئ مقفول. فده طبعا تاني يوم ودونا شاطئ مفتوح، وده شاطئ كليوباترا، وده كان حلو جدا جدا. برضو الترابيزه والكراسي دخول الشاطئ مش عارفه بكام لان تبع الشركه، انما انت بتدفعي ترابيزه وكراسي. وده برضو رومل كان علشان اخترنا مكان مميز شويه فدفعنا 150، هنا دفعنا 100 جنيه ترابيزه وكراسي بعددك. المهم ان ده الشاطئ والموج بتاعه كان حلو وهادي، ما كانش وحش، بالمية جميلة زي ما متعودين في مطروح، والقعدة كانت حلوة وكل حاجة. وكنا قاعدين الولاد قدامنا، وكان الشاطئ بنسبة يعني 70% مش زحمة، مش زي رومل كانت زحمة جدا جدا. المهم دي المية، وكان يوم جميل جدا واستمتعنا بيه جدا. شاطئ كليوباترا عجبنا جدا جدا جدا. احنا قاعدين يعني هيودونا 4 شواطئ، فتقريبا يعني شاطئ مفتوح وبعدين شاطئ مقفول وشاطئ مقفول، يعني 2 خليج واتنين شاطئ مفتوح. اول واحد كان رومل ده كليوباترا، وكان عاجبنا جدا. من احلى الشواطئ يعني اللي انا رحتها في مطروح. جميله، معرفش ده رايي لوحدي ولا راي الناس كلها، بس انا عجبني جدا جدا. ميه زي ما انتم شايفينها كده، تحسوا ان هي ميه معدنيه. والشاطئ كان هادي يعني، بس برضو كان نسبة حضور الناس كان كبير جدا. وده كان تاني يوم، يا رب تستمتعوا معايا.